حد اتفرج على نسخة نيمار مع سانتوس البرازيلي قبل ما يروح برشلونة؟ نيمار حرفيا في البرازيل والدوري البرازيلي كان بيعمل كل حاجة، كان تقريبا اللعيب الأحسن في العالم امتاعا في الوقت دوت. كان نيمار عمل كل حاجة في الكورة، وكان سببها كان الصفقة الأغلى في التاريخ والصفقة الوحيدة اللي خرجت من الدوري البرازيلي لبرشلونة برقم خيالي محدش كان متخيله. ونسخة نيمار 2015 مع برشلونة كانت مش طبيعية، تقريبا كان بيشيل الفرقة مع ميسي وسواريز، وكان ماشي يعني زي ما تقول كده ماشي ايه من احسن لعيبة في العالم. يعني كان فاضل له سنة وياخد احسن لعيب في العالم عادي جدا. ونقطة التحول الغريبة ان هو كان عايز يمشي من برشلونة ويروح باريس سان جيرمان. انا بقول لك كل ده ليه؟ عشان الغريب في نيمار هي العقلية بتاعته. العقلية مش في نيمار بس، عقلية اللعيبة البرازيليين كلهم. العقلية اللي خلت نيمار دلوقتي مع الهلال السعودي وما خدش ولا بلندور، اللي خلت رونالدينيو يخلص بدري، اللي خلت روبينيو احنا مش شايفينه حاليا، اللي خلت ادريانو صدمة حصلت له مش موجود ولا كان موجود. ولعيبة كتير جدا 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 خلت البرازيل او لعيبة برازيلية ما بقتش موجودة على الساحة بسبب العقلية. وده ما اثرش بس على لعيبه البرازيل نفسها، يعني ما اثرش على لعيبه البرازيل بس، لا اثر كمان على منتخب البرازيل. تعال كده نرجع بالذاكره، كام كاس عالم البرازيل كانت المفروض تاخده؟ كام كاس عالم البرازيل كسكواد هي الفرقه المرشحه الاولى اللي هي تاخد كاس العالم وما خدتوش؟ الفكره كلها في العقليه. عمر ما كان البرازيل مشكلته في لعيبه او في مدرب، لكن مشكله البرازيل في العقليه، لانه معظم الماتشات اللي بيخسروها كانت استهتار. ماتش كرواتيا استهتار، ماتش بلجيكا استهتار، تحس وبيخشوا الماتش متاخر فما بيلحقوش نفسهم. فمشكله البرازيل ومنتخب البرازيل واللعيبه البرازيليه هي العقليه، وخصوصا نيمار، لان نيمار تقريبا من اميز اللعيبه اللي جت في الفتره اللي فاتت في البرازيل. كان لازم ياخد بالون دور، ما خدش اي حاجه خالص خالص. انت متخيل؟ يعني نيمار بالموهبه دي ما خدش اي حاجه خالص، ودلوقتي في الدوري السعودي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. ولنا مين تاني موهبه ضيعت الدنيا او ضيع نفسه؟